ما ينفعش ازاي يا احمد؟ ده انا خلاص عملت الحجوزات وهنطلع من اليونان على المغرب، ده غير ان حجزت سويتين في افخم اوتيل في اليونان. وايه لازمتها المغرب؟ يا اخي هنريح لنا يومين، انت ما تعرفش اصلك المغرب دي. يا اخويا ما تعرفش المغرب، رايق انت قوي، او لا بقى فيها لا مغرب ولا يونان. فتحي مسافر امريكا وانا مش هعرف اسافر طول ما هو هناك. طب ما هو محمد هنا. محمد ما ينفعش لوحده يا امجد. طب وبعدين هنعمل ايه بقى؟ بالمره بقى كنت عايزك تعرف ان فتحي رفض دخولك معانا مشروع النقل. انا مش قلت لك؟ بس معلش ما يهمنيش، هو اللي خسران. يا سيدي معلش ما يهمكش فعلا. وبعدين على فكره احنا ممكن نشتغل حاجه مع بعض. حاجة ايه؟ نعمل فوازير. انا هعمل فوازير كل يوم في رمضان، تلفزيون انا اعملها انت تعملها راديو. فوازير؟ هنعمل ايه يعني؟ هنرقص ونغني ونقول تواشيح لا مؤاخذه؟ لا اله الا الله، بتتريق عليا يا امجد؟ لا يا سيدي، احنا هنعمل مسابقه كل يوم ونقدمها باسماء شركاتنا، بس نقدم الجوائز 1000 جنيه يوميا، ما نستناش لاخر الشهر. حاجه زي كده ممكن تقلب البلد كلها. بقى انت بقى سعاده البيه فاكرني عيل صغير وجاي تضحك عليا في فزوره وعاوزني بدل ما اكسب فلوس ادفع فلوس؟ هو انت الحاج فتحي مسلطك عليا ولا ايه؟ والله انا غلطان ان انا بعرض عليك فكره بمليار جنيه. انت عارف حاجه زي كده ممكن تعمل ايه في اسامي شركاتنا؟ هتعمل ايه يعني؟ ما احنا اسامي شركاتنا مغرقه الجرايد كل يوم والناس عارفانا وعايزه تتعامل معانا، ايه الجديد يعني؟ في جديد على راي رضا امين، يمكن تلاقي وجود فاكره وماهوش موجود. ولا مؤاخذه مين رضا امين ده؟ رضا امين شاعر كبير قوي. انت ما بتسمعش اغاني يا امجد؟ لا ما بسمعش اغاني، بعمل فوازير. ازيك يا لميا؟ ازيك يا دكتور احمد؟ اهلا وسهلا. ازيك يا عبد السلام؟ اهلا بيك يا حاج احمد. اتفضلي يا فندم، منورين. اهلا وسهلا. خالو عبد السلام اتبسط قوي من فكره الفوازير اللي انت عايز تعملها. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج احمد. خالو لازم يعني ولا؟ مامة لميا تبقى بنت ابن عمي، يعني انا في مقام خالها. انا مكرم يا فندم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ان شاء الله ناويين نعمل فوازير لرمضان، فوازير من القرآن الكريم، حاجة سهلة وميسرة كده من الصور القصيرة، الناس تقدر تشاور عليها بسهولة وتجيب رقم الآية، وإن شاء الله ناويين نعمل جائزة نقدية يومية طيلة شهر رمضان. عايز تعملها بقى في التلفزيون ولا في الاذاعه؟ لا طبعا في الاذاعه، وفي المحطه اللي انا بشتغل فيها كمان. في الحقيقة لا يا لميا، أنا هعملها في التلفزيون، وأرجوكي ما تزعليش مني. لا بقى انا كده هزعل منك. يا ستي هصالحك، والله هصالحك. قلت إيه يا عبد السلام بيه؟ اللي انت عايزه، بس اهم حاجه ننظم مع القطاع الاقتصادي، لان هو المسؤول عن كل اعلانات التلفزيون والراديو. ان شاء الله كل اللي انت هتقول عليه هنخلصه، مفيش مشكله. وبعد اذن حضرتك الاستاذه لمياء هي اللي هتنوب عن الشركه في الاشراف على الحدوته كلها. ايوه يا احمد، بس انت ما قلتليش ايه فكره الفوازير دي؟ والله بالظبط انا ما اعرفش، بس هي هتبقى من القران. هنختار صور بسيطه وصغيره. انا يهمني قوي ان الناس تفتح المصحف طول شهر رمضان. يهمني كمان قوي ان الاسئله تبقى سهله. ايه رايك لو السؤال يبقى عن ايه معينه في سوره معينه؟ يعني مثلا وقال الانسان ما لها، الايه دي تبقى رقم كام في سوره الزلزله؟ برافو. نعمل كده بقى في جزء عامة كله، كلها صور صغيرة وبسيطة، والناس سهل إنها تجيب الآية ورقمها وكل حاجة. يا رب يدينا ثواب الناس اللي هتفتح في المصحف وتقراه طول شهر رمضان عشان تحل الفزورة. اكيد. وانا بقى جات لي حته فكره، ايه رايك لو كل يوم تسلم الجايزه بنفسك؟ الله. واطلع وانا بسلم الجايزة كده في التلفزيون؟ طبعا يا سيدي، دي احلى دعايه. بس كل ده وقت هتدفع عليه فلوس للاعلانات. لا 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 لا، مفيش أي مشكلة، طول ما الفلوس بتجيب فلوس مفيش مشكلة في الدفع. بس هو في حاجة تانية. أنا حاسس يعني إنه من حقي وطبيعي قوي إن أعرف مين المذيعة اللي هتصور معانا. اختار المذيعه اللي تريحك، المهم انها تبقى من نفس القناه اللي تعرض فيها الفوازير. هو في مذيعة كويسة قوي قوي، أنا أعرف شكلها بس ما أعرفش اسمها. في انهي قناه بالظبط؟ تالي كده في التالتة والله أعلم. طب اوصف لي شكلها كده، او قول لي اسم البرنامج اللي بتقدمه ايه؟ ريبورتاج. يا أهلا بأحلى مذيعة في التلفزيون، شرفتينا ونورتينا. اهلا بيك يا حاج، ده بس من ذوقك والله. الله يخليك، اتفضلي.
الحقيقه انا كلمت عبد السلام بيه وقلت له لو الاستاذه هاله درويش مش هي اللي هتقدم الفوازير بلاها فوازير في رمضان السنه دي. يا نهار ابيض يا حاج، ده شرف ليا اني اقدم لك الفوازير، ده كفايه عليا اني هعمل معاك اللقاءات كمان. الله 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 الله، والله الواحد هيدخل التاريخ من احلى واجمل ابوابه. وانا حاسس ان الجائزه الحقيقيه للي هيفوز انه هيقف جنبك على الشاشه. لا انت قصدك بقى انه هيقف معانا احنا الاثنين مش معانا لوحدي. يا ست هانم واحنا هنروح فين فيكي بس؟ لا شفت الكلام خدني انا. تشربي ايه؟ ليمون. يا دي النور يا دي الهنا، يا اهلا وسهلا. يا حاج احمد. ازيك يا حاج محمد؟ اهلا وسهلا. اسمحي لي انا اسلم. هو ما بيسلمش، سامحيني. اتفضلي يا فندم. مفيش مشكله. اتفضل. حاج احمد، احب ابشرك ان احنا خلصنا حوالي 20 حلقه. الله 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 الله، برافو برافو. طيب انا هستأذن انا بقى، اسيبكم تكملوا شغل. ماشي يا ابو حميد، بعد اتفضل. اذنكم بعد اذنك. اتفضل يا حبيبي. ايه الاخبار الجميله دي؟ الحمد لله. بص انا عاوزه اقول لك ان احنا كده خرجنا من الصور الصغيره ووصلنا للصور الكبيره زي البقره وآل عمران، وهي فرصه الناس تقرا الصوره كلها. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. والله انا متهيألي اني هخليهم يطبعوا عدد اكتر من المصاحف. متهيألي كده الناس هتدور وهتعوز مصاحف كتير عشان الفوازير. يعني بس ما اظنش ان في بيت في مصر ما فيهوش مصحف يا حاج احمد. لا بس انا برضو متهيألي ان احنا لازم نزود الاعداد شويه. يعني بصي مثلا الناس هتفضل تدور، هيتسابقوا بقى مين يلاقي ده الاول من ده. حتى لو عيله مكونه من 4 قولي عندهم مصحف يبقوا عايزين 3. بس انا اعتقد ان مش كل البيوت فيها تلفزيونات، وده معناه ان في ناس مش هتعرف اي حاجه عن الفزوره، ده غير ان في ناس لا بتعرف تقرا ولا تكتب، وبكده حسبتك تبقى مش مظبوطه. لا بس انا برضه عايزين نطبع مصاحف برضه زياده، ده لازم. ما يمنعش يا حاج. في الحقيقه كمان ما يمنعش انك ذكيه جدا وحاضره جدا ودماغك جاهزه لاي حاجه. هو دماغك راضي بسم الله ما شاء الله، كل ما اقول حاجه تنط لي المذيع. ده مدح ولا ذم؟ ولا قصدك ان انا رغايه يا حاج؟ يتقطع لساني. لا رغاخس عليك. لا العفو. امال تقصد ايه؟ اقصد ان انا عايز اتجوزك. ايه؟ تتجوزني؟ نفسي اتجوزك بس خايف ترفض. لو سمحت يا استاذه هاله، ايوه اتفضل يا حاج حبش. لو انتم جاهزين الحاج ممكن ينزل. احنا دقيقتين بالكتير وخلاص هنكون ظبطنا الاضاءه والفايز كمان وصل. الله يبارك لك، انت عامله حاجه زي الفل. الله يخليك يا رب. تسلم. السلام عليكم. عليكم يا السلام اهلا يا اهلا. الله وبركاته. ازيك؟ اهلا بيك يا حاج. ازيك يا استاذ؟ أهلا بيك. على فكره احنا جاهزين والفايز كمان موجود معانا، يا دوب هنبدا حالا. ان شاء الله. ستاند باي. الفايز فين؟ انا يا فندم. اتفضل. اهلا 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 اهلا، الف مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. 4 3 2 1. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في فوازير الريان الرمضانيه. والنهارده طبعا زي العاده هيكون معانا الحاج احمد الريان عشان يسلم لكم الجوائز بنفسه. مصباح علاء الدين النهارده بقت شركه الريان يا حاج احمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين، بارك الله فيكم. واكيد كمان بنتعرف النهارده بالفايز بجائزه الريان الرمضانيه. نتعرف بحضرتك والف مبروك. مجدي طلعت يا فندم. الف مبروك يا استاذ مجدي، كسبت مع فوازير الريان الرمضانيه جايزه 1000 جنيه. الف مبروك. لو سمحت. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف الله مبروك. يبارك فيك. ربنا قدرك على الصيام بفضل الله تعالى. لا انا فاطر. مريض حضرتك الف سلامه. انا مسيحي. اللهم صل على النبي. ده رمضان، اهو ده رمضان الذي يجمع في طياته كل من المسلم والمسيحي في كل بقاع الارض. سبحان الله. والجائزه من النهارده ان شاء الله بامر الله تعالى بدل ما هي 1000 جنيه هتبقى 2000 جنيه علشان نرد على كل الالسنه اللي بتلت وتعجن في مساله المسلم والمسيحي. أقسم بالله العظيم أن ما حدث الآن حدث صدفة ليس بترتيب مسبق، وأتمنى ألا يتصور أحد أننا قد رتبنا أي شيء، لكن هنقول إيه؟ هذا هو النسيج المصري الواحد الذي يجمعنا مهما تفرقت بنا الأماكن. تفضل.